لو عندك فتحات في عيون البوتاجاز بالشكل ده هقولك على فكره حلوه جدا تعمليها حقيقي. يا ريتني عرفت الافكار دي من زمان. اول فكره معانا، لو انت عايزه تقشري الكوسه بالشكل ده هاتي غطا ازازه عادي خالص وقشريه. عايزه اقولك هتقشر الكوسه احلى من السكين بكتير وهتشلك اقل كميه. جربي بجد الفكره دي هتعجبك جدا. لو عندك دقيق وعايزه تنخليه اوعي تنخليه بالشكل ده لانه هيبهدل المطبخ خالص وهيتبهدل الرخام، وكمان هتفضلي بقى تمسحي في الدقيق وخساره جدا الدقيق اللي اتكب. تعالي بقى اما اقولك على فكره حلوه قوي. هتجيبي الطبق عادي خالص وهتجيبي الكوبايه وتحطي فيها الدقيق وتعملي بالشكل ده. بكده هيحافظ على الرخامه من ان هي بتتبهدل وكمان هيحافظ لك على الدقيق. جربي بجد الفكره دي هتعجبك جدا. تعالوا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. لو انت عندك الكنب او السجاد ريحته كده مكمكمه خالص هاتي معلقه من الكربوناتو. الكربوناتو حلوه جدا يا جماعه، بتشيل اي روائح كريهه، وكمان معلقه من الملح. الملح كمان بيشيل الرطوبه اللي موجوده في السجاد او في الركنيات، وبجد الفكره دي حلوه قوي جربيها. الفكره اللي بعد كده هاتي سكين وحطيه على عين البوتاجاز بالشكل ده. تعالي بقى نعمل فكره حلوه قوي. هتجيبي اي كوبايات بتاعه الايس كريم وبعد كده هتجيبي الغطا بتاع الايس كريم ده تفكيه كده، وبعد كده هتجيبي مناديل او قماش. يا جماعه ممكن قماش عادي خالص تقطعيه كده قطع صغيره خالص وتحطيه في علبه الايس كريم بالشكل ده او اي علبه موجوده عندك، وتحطي الديتول. الديتول ده حلو جدا. وبعد كده هتجيبي السكينه اللي موجوده على النار او ممكن كمان تستغني عن الحركه دي وتحطيها بالشكل ده وتسحبي بقى المنديل بالديتول او القماش. عايزه اقول لك ده بقى هيطهر المكان، اي مكان موجود عندك، وكمان يعني سهل ان انت تستخدميه. وكمان مثلا تجيبيه كده من الكوبايه هتعمليه على طول او تمسحي بيه على طول. جربي بجد الفكره دي هتعجبك جدا. تعالي بقى انت لو عندك الستانلس بالشكل ده مطوس او شكله كده مش حلو خالص ومش لامع، هقول لك على فكره حلوه قوي. هتجيبي الخل ده حلو جدا ان هو بيلمع الستانلس، وكمان الالومنيوم بيلمعه حلو جدا. وهتجيبي كده شويه وتحطيه في الصينيه بالشكل ده. كمان ممكن مثلا ما ترميش الخل اللي موجود في الصينيه، مثلا تبدليه بين حله وحله او بين صينيه وصينيه، هيلمع لك كل الاستانلس اللي موجود عندك. جربي بجد الفكره دي هتعجبك جدا. فين اللايك يا حلوين؟ تعالوا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. لو انت بقى عايزه تسمعي اي حاجه في المطبخ او تصوري ان انت بتحبي تصوري مثلا، هتجيبي علبه المناديل بالشكل ده وتحطي جواها كيس او كيسين علشان المعلقه تثبت، وتحطي المعلقه وتحطي التليفون بتاعك وتصوري براحتك او تسمعي اي حاجه براحتك. جربي بجد الفكره دي هتعجبك جدا. لو انت عندك بقى اللمامه دي اوعي تستخدميها بالطريقه العاديه، لا افتحيها بالشكل ده، وبعد كده هاتي شويه ميه ورشيه على الحته اللي فوق بالشكل ده. بعد كده بقى استخدميها على السجاده. عايزه اقول لك هتشلك اي وبر او اي تراب، وهي التراب نفسه هيلزق في المنطقه دي ومش هيقع تاني ابدا. جربي بجد الفكره دي هتعجبك جدا. فين اللايك بقى يا حلوين؟ تعالي بقى لو انت عندك الصمغ ده وعايزه تفتحيه ما تفتحوش بالطريقه العاديه من فوق لانه بيقع كده وبيجمد خالص وما بنعرفش نفتح الغطا تاني. اقلبيه بالشكل ده وافتحيه، حتى لو فتحتيه كده ولقيتيه جامد افتحيه باي حاجه واستخدمي اللي انت محتاجاه واقفلي عادي خالص تاني. تعالوا بقى انت لو عندك فتحات في عيون البوتاجاز بالشكل ده، تعالي ما اقولك على فكره حلوه قوي تستخدميها وتنضفيه بكل سهوله. هاتي بقى اي منديل وهاتي اي شوكه، وبعد كده استخدمي اي منظف انت محتاجاه او انت مثلا بتحبي تستخدميه ورشيه كده في عيون البوتاجاز. عايزه اقول لك بقى الفكره دي حلوه قوي. الشوكه بتخلي ان انت تشيلي كل الحاجات اللي موجوده او الواقعه من الاكل طبعا، الشوكه والقطنه، وكمان القطنه بتسحب كل الميه او كل المنظف اللي انت دخلتيه جوه. عايزه اقول لك بيشيل كل البلاوي دي طريقه رهيبه. هتلاقوا كل القطن كده اسود. جربي بجد الفكره دي هتعجبك جدا. تعالي بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. كمان فتحات العيون البوتاجاز دي لازم تتنضف كويس جدا كل فتره، مش هقول لك كل يعني فتره قريبه، لا اهم حاجه يا جماعه اوعي تغطيها، لازم تكون مكشوفه. وهاتي شاش. الشاش ده موجود عند اي صيدليه او ممكن تستخدمي القطن، لكن الشاش بستخدمه ليه؟ علشان بقدر اتحكم فيه في اني مثلا اقدر استخدمه او امسكه. يا جماعه مثلا تسيبي حته كده وبعد كده تمسكي تحطي الشاش بالشكل ده وتمسكي طرف الشاش علشان لا قدر الله الشاش ما ينزلش تحت كده ونقدر نتحكم فيه بكل سهوله. برضو هينظف المكان ده كويس جدا وهيشيل كل السواد والحاجات الواقعه موجوده في المنطقه دي. الافكار دي حلوه جدا في تنظيف البوتاجاز. جربيها وان شاء الله هتعجبك جدا، وده كمان بيفرق جدا في واحنا بنعمل اكل. تعالي بقى انت لو عندك طماطم والنور قاطع وعايزه تصفي الطماطم وكمان مش عايزه بذر كتير علشان
عشان المصفى بتكون واسعه. هاتي المصفى الضيقه دي، وعايزه اقول لك بتصفي الطماطم، بتخليها ناعمه خالص ومن غير اي بذره او اي حاجه. تعالي بقى انت لو عندك بقى الكيس كده كل شويه يقع كده وانت بتحطيه جنبك، طبعا بنحط اكياس كده جنبنا علشان طبعا المطبخ ما بيتبهدلش، فالكيس كده بيضطر ان هو يقع كده ويبيميل. تعالي ما اقول لك على فكره حلوه قوي. هاتي طبق بيض وقسميه بالشكل ده، والاطباق البيض يا جماعه بيكونوا عند اي سوبر ماركت، ممكن تروحي تشتريه او مش تشتريه طبعا، لا ممكن يديهولك كده وتحطيه في الكيس من تحت بالشكل ده. الكيس هيثبت بكل سهوله. لو انت من الناس اللي بتستخدمي الجوانتي، فالطريقه دي طبعا بيخلي الكم كده مبلول، واحنا بنتضايق جدا جدا خصوصا لو احنا في الشتاء. فانا هقول لك على فكره حلوه قوي تعمليها. هتروحي تانية الجوانتي بالشكل ده، بكده الميه مش هتنزل على دراعك خالص، ومش هينزل اي ميه على دراعك. الفكره اللي بعد كده، لو انت بتعملي بانيه وكمان لقيتي الزيت كده ريحته مش لطيفه، هقول لك على فكره حلوه قوي. هاتي اي ليمونه من التلاجة وقسميها بالشكل ده، وكل مثلا ما تحطي مثلا الزيت يسخن، حطي كده رشه كده من الليمونه، هتفضل معاكي الزيت ريحته حلوه لاخر لحظه. عندك الالومنيوم بتاعك شكله وحش خالص، هاتي كده قطعه من الفحم ودقيه، لازم تدقيه ناعم كويس جدا. وبعد كده عارفين زمان يا جماعه لما كانوا بيستخدموا الرمل في غسيل الالومنيوم، هاتي اي بقى صابون سائل، صابونه، شويه خل بقى، مع الثلاث مكونات دول بيحافظوا او بيلمعوا الالومنيوم كويس جدا. وممكن تستخدمي صابون سائل عادي خالص، هيساعدك جدا كمان على الرغوه. الفحم مع الخل مع الصابون، عايزه اقول لك هيخلي بصوا الالومنيوم كده بتبرق قدامك. جربي بجد الفكره دي هتعجبك جدا. لو انت بقى من الناس اللي بتحب المحشي بتنجان وتفضلي كده تعمليه كده بالشكل ده بايدك وصوابعك بتوجعك، ممكن تجيبي اي نشابه او اي حاجه موجوده عندك وتفرديه بالشكل ده، هيخلي قلب البتنجان كده طري وتحشيه بكل سهوله وتعملي احلى محشي في حياتك. لو انت من الناس بقى اللي بتجيبي جوانتي ومش بتستخدميه خالص، هقول لك على فكره حلوه قوي للاستخدام. ممكن تغسلي بيه اي ركنه موجوده عندك او سجاد، لانه حنين جدا على السجاد وبيخلي الركنه بتاعتك حلوه جدا. تعالي بقى لو انت بتنضفي البوتاجاز ولقيت العيون كده مكتومه خالص، هقول لك على فكره حلوه قوي تعمليها. هتجيبي الخله دي، الخله دي موجوده عند اي صيدليه، وتحطيها في عيون البوتاجاز. طبعا مش هتحطيها بالشكل ده، لا بصي هتروحي شايله عين البوتاجاز، وطبعا هتلاقي حاجات كتير جدا. فالخله دي هتساعدك ان هي تشيل بواقي الاكل او بواقي قهوه او بواقي شاي او حاجات كده سودا كتير جدا في عيون البوتاجاز. فالخله دي هتساعدك جدا في تنظيف عيون البوتاجاز بكل سهوله. جربي الافكار النهارده ان شاء الله هتكون عجبتكم او تكون عجبتكم باذن الله. الخله دي حلوه جدا يا جماعه في الاستخدام، وبنستخدمها في حاجات كتير جدا في البيت. تعالي بقى لو انت عندك بقى 2 كيلو بطاطس او كيلو بطاطس وخايفه كده يبوظ في الحر بالشكل ده، هتجيبي البطاطس، وطبعا البطاطس بتبوظ يعني خصوصا في الجو الحر. وبعد كده هتجيبي كرتونه بيض او اي ورقه جورنان موجوده عندك او اي ورق، بعد كده يعني هتحطيه بعيد عن بعض، ومعلقه نشا، فده بيساعد جدا ان بيشيل اي رطوبه، وكمان بيساعد ان البطاطس تفضل كده طازه لشويه كده من الايام. لو انت عندك بقى الفرشه دي وما بتنشيش على السجاده خالص، هاتي اي كيس موجود عندك، ودايما بقول لكم على الفكره دي لانها حلوه جدا يعني بتمشي على السجاد بسرعه، وهتقطعيها بالشكل ده وتحطيها. عايزه اقول لك هتبقى سريعه جدا وهتنجز معاكي في غسيل السجاد. اتمنى الافكار النهارده تكون عجبتكم، ما تنسوش اللايك والشير والمتابعه، والسلام عليكم.